فخ الطبقة الوسطى اللي محدش قالك عليه. خليك معايا دقيقة واحدة بس، واسأل نفسك السؤال ده بصدق. لو الشركة اللي شغال فيها قفلت بكرة، هتعيش كام شهر؟ شهر؟ 2؟ لو السؤال وجعك شوية، يبقى الفيديو ده ليك. الطبقة الوسطى شكلها حلو، وظيفة ثابتة، مرتب آخر الشهر، شقة، عربية، موبايل جديد كل سنتين، خروجة في الويك اند، تحس إنك مستقر. بس الحقيقة دي راحة مخدرة، مش أمان. زي واحد نايم على سرير مريح، بس السرير ده فوقه فخ. خليني أسألك، عمرك حسيت إنك بتشتغل كتير بس واقف مكانك؟ بتحس إن سنين بتعدي وإنت بتجري في نفس الدايرة؟ مرتبك بيزيد ولا التزاماتك هي اللي بتزيد؟ المشكلة مش فيك، المشكلة في الفخ. الفخ الحقيقي. أخطر حاجة في فخ الطبقة الوسطى إنه كفاية. مش وحش قوي يخليك تهرب، ومش حلو قوي يخليك سعيد. لو اشتغلت شهر تقبض، لو تعبت تقف، لو مرضت الدخل يكل. يعني ببساطة فلوسك مربوطة بوقتك، ودي أكبر مخاطرة في الحياة. خليك صريح مع نفسك، هل ده اللي كنت بتحلم بيه وانت صغير؟ الخطوة الأولى، اعترف من غير جلد ذات. الهروب بيبدأ باعتراف بسيط: أنا قادر أكتر من كده. مش معناها إنك فاشل، ولا إن شغلك وحش، ولا إنك ترمي كل حاجة، بس معناها إنك مش هتفضل تاخد قراراتك على أساس الأمان وبس. خليني أسألك، آخر مرة خدت قرار جريء كانت إمتى؟ آخر مرة عملت حاجة مخوفاك بس حاسس إنها صح؟ لو بقالك سنين ما حسيتش بالخوف ده، يبقى غالباً أنت ثابت في مكانك. الخطوة التانية، مهارة تجيب فلوس مش شهادة تتعلق. اسمعني كويس، المرتب عمره ما هيغنيك. الأغنياء مش بيبيعوا وقتهم، بيبيعوا قيمة. يعني إيه؟ يعني واحد يعرف يقنع يبيع، واحد يعرف يعلن صح يكسب، واحد يعرف يكتب كلمة تأثر يحرك ناس، واحد فاهم تقنية الدنيا مفتوحة ليه. خليك صريح، هل عندك مهارة تقدر تشتغل بيها من أي مكان؟ لو النت قطع شغلك يقف؟ لو المدير مشي أنت مالك؟ المهارة الصح مطلوبة، نادرة نسبياً، تنفع أونلاين، ومش محتاجة إذن من حد. ودي نقطة التحول الحقيقية. الخطوة الثالثة، أول فلوس بره المرتب. هنا بقى اللحظة الفارقة. مش مشروع مليون جنيه ولا شركة عالمية، لأ، أول فلوس تيجي من غير الوظيفة، حتى لو 1000 جنيه. ليه؟ علشان اللحظة اللي تقول فيها أنا عرفت أعمل فلوس بإيدي. الهوية بتتغير من موظف مستني لشخص بيخلق فرصة. مثال بسيط، واحد اتعلم تصميم وبدأ يعمل بوستات لصفحات، واحدة بتكتب حلو وبدأت تكتب محتوى، حد بيعرف يبيع واشتغل عمولة. السؤال ليك، ايه الحاجة اللي تعرف تعملها أحسن من غيرك بشوية؟ البداية مش لازم تكون مثالية، لازم تكون موجودة. الخطوة الرابعة، ما تصرفش، كبر. دي أكتر مرحلة الناس بتقع فيها. يعمل دخل زيادة، يجيب موبايل أحدث، يغير العربية، يسافر، ويرجع تاني لنفس الدوامة. الأغنياء يعملوا العكس، يكبروا الأدوات، ينظموا الشغل، يخلوا الدخل مش واقف عليهم. اسأل نفسك، لو انت غبت أسبوع دخلك يحصل له ايه؟ لو تعبت الشغل يقف؟ لو الإجابة يبقى لسه في النص. إعادة الاستثمار مش حرمان، دي حرية مؤجلة. الخطوة الخامسة، الفلوس تشتغل بدالك. آخر مرحلة وأهم مرحلة، الشغل يجيب فلوس، بس الثروة نظام. يعني مصادر دخل، إيجار، استثمار، مشروع يكبر مع الوقت. علشان توصل لمرحلة حتى لو وقفت حياتي مش بتقع.
وده مش حلم ولا حظ ولا ورث. سؤال أخير، خليك معايا في السؤال ده. أنت راضي تعيش مرتاح ولا حر؟ الراحة ممكن تخدرك، لكن الحرية بتحييك.